العاصمة الرباط عاشت نهار استثنائي وعامر بالفرحة منين رجعوا أشبال الأطلس بعد ما فازوا بكأس العالم في تشيلي على حساب الأرجنتين ب2-0. منين وصلوا للمغرب بدات الفرحة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. الجماهير كانت كتسناهم بالأعلام والطبول والزغاريد، كل شيء كيغني ديما مغرب. من بعد ما ركب المنتخب في الحافلة مفتوحة ومشى بها للرباط، الآلاف ديال المغاربة خرجوا للشوارع كيحتفلوا بهم، كبار وصغار، والجو كان عامر حماس وفخر. الناس فرحانين بزاف وكيقولوا هذا الجيل هو جيل المستقبل، خصوصا بعد الاداء الكبير اللي داروه في المونديال واللي خلى العالم كامل كيهضر على الكره المغربيه. حتى الملك محمد السادس نصره الله استقبلهم في القصر الملكي وهنأهم على الانجاز التاريخي، وقال لهم باللي فرحتونا وفرحتوا جميع المغاربه. الرباط تحولت للبحر ديال الاعلام الحمراء والخضراء، والناس كيحتفلوا وكيصوروا، والموسيقى الوطنيه دايره حاله في كل بلاصه. المغرب كامل فرح من الشمال للجنوب، والكل كيهضر على ابطال العالم الصغار اللي رفعوا الرايه المغربيه عاليا.